أسبوع العدالة الاجتماعية. لا تراجع عن حقوق الفقراء. أكثر من 9 أشهر مرت حتى الآن منذ اندلاع ثورتنا، وما زال النظام مبارك قابض على السلطة رغم تغيير رأسه. ما زال النظام باقي بانحيازاته الاجتماعية والاقتصادية لرجال الأعمال والمستثمرين الذين خصخصوا مصر فسلبوها من الشعب مالكها الوحيد، وأصبحت جزءا من ممتلكاتهم الشخصية يتنعمون بها بينما يشقى عمالها ويورثونها لأبنائهم، بل ويبيعونها للأجانب. ما زال النظام المصري مصر على لعب دور السمسار للصوص ورجال الاستغلال الذين يسمونهم رجال الأعمال. ما زال النظام مصر على جبي الضرائب من ملايين الفقراء لينفق على رجال الأعمال الذين يدفع لهم أكثر من 7 مليارات سنويا تحت مسمى دعم طاقة وتصدير، كما ينفق مليارات أكثر تحت مسميات أخرى. هذا في الوقت الذي يقلص فيه النظام الدعم الممنوح للفقراء، وخاصة تقليص الدعم على السلع التموينية الموجودة في بطاقات التموين التي يعتمد عليها المواطن بشكل أساسي في معيشته. ما زلنا نرى ونقرأ ونسمع عن مواطنين مصريين يبحثون عن طعامهم داخل صناديق القمامة، وعن مواطنين يموتون لأنهم غير قادرين على دفع تكلفة المستشفيات، وعن مواطنين لا يستطيعون إعانة أبنائهم على إكمال تعليمهم بسبب ضيق ذات اليد. كلنا سمعنا عن هذا المواطن الذي مات في صندوق قمامة اعتاد أن ينام فيه لأنه لا يجد مسكن. كلنا نعاني من نار الأسعار ومن قروش مرتباتنا القليلة التي لا تكفي لأسبوع واحد. كلنا نعاني من عدم التأمين علينا في أعمالنا ومن المبيدات المسرطنة. كلنا نعاني من الاضطهاد. كلنا نعاني من اضطهاد الطبقة الحاكمة للفقراء. كلنا نعاني فيما ينشغل البعض بتقسيم تورتة مجلس الشعب وتناسوا الثورة التي رفعت شعار العدالة الاجتماعية. إننا في اتحاد الشباب الاشتراكي نؤمن أن الثورة يجب أن تستمر حتى تحقيق كامل أهدافها، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية. ونؤكد أن انحيازنا الأول والأخير هو لفقراء مصر بعمالها وفلاحيها الذين ينتجون ثروة هذا الوطن ليسلبها منهم المستغلون ولا يمنحونهم سوى الفتات. إننا في اتحاد الشباب الاشتراكي وإذ نتظاهر تحت شعار الشعب يريد عدالة اجتماعية، في نفس الوقت الذي يتظاهر فيه فقراء العالم منددين بالرأسمالية ومطالبين بالعدالة الاجتماعية، فإننا نعلن هذا الأسبوع أسبوعا للعدالة الاجتماعية، يشمل تظاهرات يومية في مناطق شعبية وفي المحافظات، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى المختلفة للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، والتي لن نتراجع عنها مهما كان الثمن. كل الديمقراطية للشعب، كل التفاني للوطن. اتحاد الشباب الاشتراكي المصري.